ما دار للمولوديه، ما عطاها ملعب، ما خمم عليها. ونزيدوا لي زونسيان جوار اي لي سيبورتور دي مولوديه فرحوا وحنا منهم كي سميت الملعب تاع وهران على ميلود حدفي، لانه يستاهل، ولي شوا اللي راك ديرهم راهم في القمه في المكان تاعهم. واش يطلبوا لي سيبورتوري اونسيان جوار؟ ميلود حدفي ربي يرحمه ويجعله ان شاء الله في الجنه، سميت عليه الملعب. حنا نطلبوا عواد زبير اللي المد الجزائر الفريق الوطني ما تسمي عليه حتى حاجه، عطيه برك. البطاقه الحمراء. البطاقة الحمراء لهذا العدد، لابد أن نخرج البطاقة الحمراء ونظهرها جيدا ليشاهدها الجميع، لأن الأمر يتعلق صراحة بثلاث أسماء كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا. صدقوني أنه درنا الكثير من البطاقات الحمراء على مدى 10 سنوات. 10 سنوات احنا في العدد أو السنة العاشرة لحصة 100% فوت، لكن هذه البطاقة الحمراء صراحة أوجعت قلبي أنا صراحة عشية هذا العدد، وأنا أحضرها لأنها بطاقة حمراء يندى لها الجبين وتبكي لها الدموع، لأن الأمر يتعلق بأسماء أعطت لكرة القدم الجزائرية. من أين نبدأ؟ نبدأ من زبير عواج رحمة الله عليه. هذا الاسم الذي تغنى به الكثير من الأنصار سواء مع مولودية الجزائر أو مع المنتخب الوطني سنوات الستينات وبداية السبعينات. هذا الاسم الذي أعطى الكثير لكرة القدم الجزائرية، وتوفي رحمة الله عليه سنة 92 في راح نجيب بعد قليل نعطيكم التاريخ بالضبط رحمة الله عليه. زبير عواج اليوم بعد وفاته ما يزال أو ما تزال عائلته تسكن وتقطن فوق أن روشي في بيت 4 أمتار على 4 أمتار. ستشاهدون كل هذا بأم أعينكم. لا أحد تحرك على مدى سنوات وسنوات، رغم أن الرجل من طينة حسن الله الماس رحمة الله عليه، ميلود هدفي وكذا فريحة. الحمد لله أنصار المولودية يعرفون جيدا هذا الاسم الذي فلوس اللي تكلم عليه ربما علي بن شيخ مؤخرا، قال كيفاش سميت لا ليسونس تاعي est venu me voir à la maison avec une licence vierge. جاب له كيما دار لكم جاب له une licence vierge que j'ai signée sans aucune hésitation. Et oui, explique Aouadj, je n'étais pas un joueur à million, or aujourd'hui un joueur est millionnaire à 22 ans. هذا حديث زبير عواج اللي نشاهدوه في هذه الصور. أعطينا صور الرجل مع فريحة رحمة الله عليه، مع الكثير من الأسماء التي صنعت تاريخ كرة القدم الجزائرية. ان بير اي اون بيتيك غوشي. أعطينا باقي الصور، صور أخرى رفقة مولودية الجزائر، وأيضا رفقة فريحة كان كابيتان ديكيب تاع مولودية دالجي. هذو صور كي كان فيتيران، كان مازال يلعب حتى مع الوزراء، ولكن ولا واحد تفكروا وعطاله حتى السكن اللي هو حقه. هذه مع حسن الله الماس رحمة الله عليه على ما أعتقد في ملعب بولوغين، هذا ولا فاوند. نعم هذه مع فريحة لو كابيتان ديكيب تاع لامسيو دورون مولودية وهران. زبير عواج كان نجم النجوم، يعني باش نشبهه كان يحمل الرقم 10 في فريق مولودية الجزائر، وكان نجم كبير. لكن اليوم يجد نفسه رفقة أو هو توفى رحمة الله عليه، وخلى عائلة تاعو تسكن في 4 أمتار على 4 أمتار. الغريب أيضا في الأمر أنه عنده بنت، عندها محبوش يبانوا البنات تاعو، الابن تاعو راح نسمعوه بعد قليل، عنده بنت عندها ليسونس اون دروا لكنها لا تعمل. هنا ندائي إلى المدير العام، الرئيس المدير العام لشركة سوناتراك. هذا زبير عواج أعطى للمولودية وللجزائر. شركة سوناتراك شركة جزائرية، والمولودية الآن هي ملك شركة سوناتراك. كشابة جزائرية من حقها أنها تعمل في أي دومان، لكن في الدومان تاعها ويكون عندها راتب شهري على الأقل. ممكن بهذاك الراتب الشهري يروحوا يكريوا في مكان آمن، في مكان على الأقل لائق. عنده ابن تاعو راح تسمعوه بعد قليل، قال لك النافيغي يخرج مع لي بيشور مع من أجل الصيد، نهار يكون الحال مليح عم يجيبوا شوية سردين شوية كش ما يبيع، نهار ما كانش يقدر يعمل أيضا، لأنه الجميع يشهد بأخلاقه العالية. عنده بنت أخرى أيضا. كل هادو كما قالت السيدة كانوا يباتوا في مكان واحد، يعني شيء لا أحد يمكن أن يتصوره. نستمع لما قاله الابن تاعو وبعدها نعود. ما تشوف بعينك وش كيش أنا ساكنين 4 على 4 يعني 4 متر على 4 متر. أنا عماه 4 على 4 فيهم كلش. أنا عماه فيها فيرونداك ولات كوزينة سانيتار مليها، ما تشوف بعينك. أنت وينك تبات؟ أنا نبات ليها
في الفيروندا، والوالده تبات هنايا انا عماه مع الاخت تاعي، اسمع مع البنات. انا ملي حليت عينيا ملي حليت عينيا انا نشفى بلي نسكنوا هنا في الضيقه. ايه نورمالمون هما كاين تيتفكروا نورمالمون ما ينساوهش. راك شايف هو قدم كثير، عطاهم بزاف، لعب في ليك ناسيونال، كانوا طرينير في الجلفه تما هو كبير ماشي ام غير كيما هضروا عليه. قال لك لو كان بالليل يدير هكذايا يدي تما شامبيون كوب تما يكومباريوه مع عواد الزبير. والله يعني لا أجد ما أقوله صراحة، خاصة أنه كاين وصولات تاع لي دومون تاع السكنة سنوات الثمانينات والتسعينات. يعني ما فهمتش. السيد قال كان يلعب مع الوزراء، ولكن العزة تاع النفس تاعو ما خلاتوش. هم لك لي روسو اللي شفناهم يعني، واللي عندنا نسخ منهم تاع لي دوموند، هم لك في 98 في 93 في 92 وصولات يعني باش يدوا السوسيال، وهذا حقهم الشرعي. ولكن ربما واحد اخرين داو هما ما داوش. هاي اللي كان محافظة رئيس الدائرة الإدارية لباب الواد الرئيس حميدو في 98، كاين في 93، كاين في 95. قال لك دوسي من بعد تبحر، من بعد قالوا لهم يدوا السمانه الجايه تدوا، العام الجاي تدوا، كي يلحق الانتخابات تاع البلديه راح تدوا، كي تلحق الانتخابات تاع المجلس الشعبي الوطني لابيان تدوا. ما داوش، راهم قاعدين ويقول لك الحمد لله. علاش الانسان لازم يشوف دائما اللي تحته ما يشوفش اللي فوقه. علي بن شيخ، ماذا يمكن ان تقول على زبير عواج؟ على بالي بلي انت كي جيت المولوديه كان ديجا هو ستار، بالك سيتي لي دور تاعكم، كان رقم 10 وكان غوشي الجميع يشهد له به. انت دوك مع الاخر كملتها مليح. قال لك حطيت وريت لي روسو ديبو تاع السوسيال، وبديت سيتي قالوا له كي تجي كذا حمله كذا تديو، تجي مانيش عارف واش تديو، شاك فوا يقولوا لهم تديو. هما المعنى تاعها وقتاش تمدوا باش تديو، وقتاش تمدوا باش تديو، لان الناس كانت تستنى باش يمدوا، الناس زواليه ما يمدوش، ما يمدوا والو. الناس كيما هادو على بروف طفله ما تخدمش، الولد ما يخدمش، وين يمدوا؟ سي دي كريمينال نورمالمون يطاكيوهم اون جيستيس. كيفاش ما تعطيوش اون فامي باري بلا عواج؟ سي اون فامي سيتويان الجيريان، سي دي سيتويان الجيريان يسكنوا في روشي في بيت. كيفاش الرجل وليدهم والبنات يباتوا كيف؟ سي كريمينال واش دايرين هنا. هنايا لو دروا او لوجمون، هذا هو الدروا او لوجمون بريوريتير على 80% دي سيتويان دو لا بوينت والاخر وبولوغين وروح. هما يجوزوا قبل هاد الناس. نوليو العواج ربي يرحمه، سيتي ان اكسيلون جوار نيميرو 10. il a donné pour le Mouloudia, il a fait plaisir à beaucoup de gens. لعب في الفريق الوطني وانسان يحشم كان يلعب. او سيتا من توري ربي يرحمه، سيتا كانوا يلعبوا شخصيات دائما لي ماتش فيتيرو. انا حضرت لهم وكاين وين لعبت انا، خطرت طونزون طون هكذا، ماشي حاجه طويله. هادو كاع نعرفهم لهم يتكلموا محمد وجماعه ويحشموا. شفت العائله تحشم. هنايا نقول زوج كلام باسكو هنايا يوجع. داروا شحال من دوموند دو لوجمون سوسيال، علاش ما يعطيو لهمش؟ بوركوا ما مدوش لي سيتويان دو بولوغين؟ وي ما يديش عواج. ما مدوش لي سيتويان تاع لا بوينت؟ وي ما يديش عواج. ما مدوش تحبب الواد؟ وي ما يديش عواج. مي مديتو العجب، مدوا العجب لا بوينت بولوغين كاع حراس حميد وداو الناس. وعلاه هما ما يديوش؟ نقطة الاستفهام هنا هو الظلم. هذا الظلم كبير اللي ما داوش هذوما. ولكن اليوم راح نقول كلمة واحدة ونحبس، باسكو انا هذا هو الظلم اللي ما نحبوش. وكل شيء باين علاش ما يعطيو لهمش هما، شيء واضح. يحكموا يحطوا سوير ما يحطوا سوير ما، ومن بعد يجيو اللي عندهم يوليو لاباس، يوليو في حاجة أخرى. أنا ندير نداء الولي دالجي بور كومونسي واللي رئيس الجمهوريه، لان هادو يشفاو لعواج زبير. رئيس الجمهوريه تكلم على السي ار بي على الالماس، دونك يعرف عواج وتمتع باللعب تاع عواج. تقولوا سيد الرئيس المحترم، العائله تاع المولوديه كلها كونسيان جواري سيبورتير يشكروك وما ينساوش خيرك اللي مديت الملعب تاع الدويره وزدت سميتو على اسم كبير للجزائر. فرحوا وما ينساوش هذا الخير اللي راك درتو، لان حتى رئيس جمهوريه من سبق ما دار للمولوديه، ما عطاها ملعب، ما خمم عليها. ونزيدوا لي زونسيان جوار اي لي سيبورتور دي مولوديه
فرحوا وحنا منهم كي سميت الملعب تاع وهران على ميلود حتفي، لانه يستاهل، ولا الشوا اللي راك ديرهم راهم في القمه في المكان تاعهم. واش يطلبوا لي سيبورتوري اونسيان جوار؟ ميلود حتفي ربي يرحمه ويجعله ان شاء الله في الجنه، سميت عليه الملعب. حنا نطلبوا عواد زبير اللي مد الجزائر الفريق الوطني ما تسمي عليه حتى حاجه، عطيه برك برطمه وين يغطيوا راسهم هاد الفاميليا. محمد. رضوان ما نتكلمش على المسيره الرياضيه ديالو. عده رياضيين موجودين في هذه الحاله هذه كما تاع المرحوم عواد الزبير، ولكن عندهم عزه النفس، ما يمشيش يطلب. الجهه هذيك نعرفوها من باب الواد حتى العين ديالنا، يعني شفنا عده منازل سكنات اجتماعيه طلعت. رضوان لما تجيش يقولوا لنا باللي الوالي دالجي ماهوش عارف، ولا رئيس البلديه اللي يقطن فيها المرحوم عواد الزبير ماهوش عارف، ولا الولي المنتدب، هم عارفين باللي هذا الانسان هذايا ما عندوش سكن، هم عارفين باللي يسكن فوق الروشي، هم عارفين باللي 4 sur 4 عارفين باللي فوق الروشي المراه زوجته واولاده يمرضوا، عارفين كاع هذا الشيء. ولهذا او هضر عليه قبل مني، انا اناشد رئيس الجمهوريه، لان انتم راكم عارفين الوالي ورئيس البلديه راكم عارفين باللي هذا ما عطيتوا له والو. هنايا ناشد رئيس الجمهوريه السي عبد المجيد تبون باش يخزر لهذه العائله هذه، لانها عائله جزائريه. نعم، ونعم. وبدوري أناشد أيضا السيد بالعريبي وزير السكن والعمران اللي راهو يقوم بعمل كبير على مستوى الملاعب تاع العاصمة والملاعب في الجزائر، وأيضا عدلوا هذه العائلة، عائلة عواد زبير تستحق التفاتة، لأنه ما يحدث غير طبيعي تماما. عائلة تسكن منذ سنوات التسعينات أو الثمانينات 4 مترات على 4 مترات، أعتقد هذا لا أحد بإمكانه أن يتقبل هذا الأمر. أمين أكسس. رضوان صورة مؤسفة لمواطنين جزائريين كما تكلم عليهم محمد قبل ما يكون لاعب ربي يرحمه، مواطن جزائري. من انت تكلمت درت مقدمة قلت لي اي جزائري عنده حق هذا حق. اليوم رانا في 2024، تكلمت انت على الوزير الساكن اللي راهم يقدموا في، رانا نشوفوا راهم يمدوا لي زابارتمون للناس، راهم يسهلوا يديروا تسهيلات لكل شاب جزائري ولا اي واحد مواطن جزائري. نظن والله غير اليوم تشوف انت كما قلت انت، انا اللي غاتني الزوجه ديالو اللي مسكينه شغل نيه الله شايده كادر، وفي كما نقولوا في قافص هذايا ماشي سكن، صح؟ ماشي ساكن، ماشي سكن محترم، صح. نظن انايا راك تكلمت وانا على بالي باللي اليوم المسؤولين، نتكلم لك على الرئيس وعلى الوالي دالجي السيد ربحي، انا على بالي باللي انسان زوالي وتربى في حي شعبي كذا، انا على بالي باللي كان يشوف ليميسيون ديالنا، وانسان اللي راهو يخدم في الجي، راهو يقدم فيها عمل ممتاز، اللي راهو يسقم في الجزائر الوسطى. انا على بالي باللي كان يشوف اليوم الحصه تاعنا، على بالي باللي حينادي لهم ويعطي لهم ساكن ان شاء الله. هذا ما نتمناه، باسكو علاش وحنا ماذا بينا كجزائريين ان شاء الله، ماشي غير هذه العائله، ان شاء الله من جميع واحد اللي ساكن هكذايا، ساكن في كما نقولوا حنايا، راني قلت لك في قافص، ان شاء الله ربي يفرج عليه من الدوله الجزائريه، باسكو رانا نشوفوا في لي زابيسي ورانا نشوفوا كيفاش الامور تمشي، باسكو الدنيا هذه تخلاص، كل شيء خلاص، المسؤوليات خلاص، شيء المسؤوليات خلاص. اليوم راك اون بوست ولا دير الخير في الناس وتعاون الناس، باسكو وكندخلوا في سوجي كيما هذا ما تفراش، حنا بون ما ندخلوش ما نسيسوش، باسكو حنا نتكلموا رياضه، باسكو انا عايشين في دي كارتي بوبيلار ونعرفوا كاع كومون سا سباس، كيفاش تمشي الامور. ان شاء الله انتم راكم درتوا نداءات، ان شاء الله سيرتو وين الوالي دالجي هو اللي مسؤول على الجزائر الوسطى، ان شاء الله يشوف هذه الحصه هذه ديالنا، وان شاء الله يلبي لنا يكون نداء ان شاء الله، يكون نداء، وان شاء الله تحسن الوضعيه ديالهم وربي يفرج عليهم. نذكروا فقط انه هذا الاسم علي بن شيخه، وقال صديق تاعو هذاك محمد، قال لك غنى عليه ايقونه الاغنيه الجزائريه درياسه، ربح درياسه رحمه الله عليه، كان يغني عليه بالعواج الحيلي، عواج الحيلي، ويلي دارها في الفيلي، حطها في الفيلي، جايبها في الفيلي. يعني الرجل كان ايقونه حقيقيه باش يغني عليك ربح درياسه. ايضا لازم تكون لاعب كبير. البطاقه الحمراء الاولى لزبير عواج نغلقها ونروحوا للبطاقه الحمراء الثانيه، تتعلق دائما بلاعب اخر، ولكن من وسط البلاد، احنا ما عندناش جهويه، من وسط البلاد نروحوا للغرب ونروحوا لسيد احمد بالكدروسي. اعطينا صور هذا اللاعب السابق اللي لعب مع محمد قاسي سعيد ومع علي بن شيخ، سيد احمد بالكدروسي الذي يعاني في صمت. الرجل يعاني في صمت دون ان يلتف حوله احد. الرجل انا نشوفوه مع قاسم الامام بالكاسكيطه
الله يرحمه، ونشوفوه بلا كوب، لا كوب دالجيري سنوات السبعينات. هنا راهو امام الكاس هو وفريحه، ورانا نشوفوا ميلود هدفي من فوق واسماء كبيره وكبيره جدا حملت الوان مولوديه وهران. الرجل اليوم يعاني وبالصوت والصوره، الرجل في وضعيه حرجه، ولا احد تحرك ما عدا انصار مولوديه وهران. اقولها جيدا، انصار مولوديه وهران اللي جا فيهم الخير لانهم يعرفوا قيمه الرجل. نشاهد الهداف زارته في منزله، نشاهد ثم نعود.